مساء الفل عليكم يا اساطير، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناه ملخص انمي وتاكو، وده اول ملخص وجايب لكم النهارده حدوته حماسيه جدا ومظبط لكم الدنيا على الاخر علشان بحبكم. فيلا بقى خد قلبي واديني قلبك والاشتراك الجميل بتاعك ولايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدا الحدوته. والحدوته بتبتدي لما الجيش البشري بينجح في تقييد اقوى تنين في العالم بالسلاسل، والبطل بتاعهم بكل قسوه بيغرس سيفه في قلب التنين، والتنين مش فاهم ليه البشر بيحاولوا يسيطروا عليه كده، هو فاكر انهم بيحبوه، ورغم كده ما بيهجمش عليهم، لسه شايفهم صحابه، وكل اللي بيطلبوا منهم انه يسيبوه في حاله. التنين الوحيد اللي عاش سنين طويله بقى مش عايز يحارب الكائنات التافهه دي تاني، تسلم لمصيره من غير اي مقاومه، وهو بيموت كسر قيوده وبص للسماء متوسل للالهه انها تريحه بسلام ابدي. لكن الالهه كان ليها راي تاني، بدل ما توديه للعالم الاخر قررت تدخله في دايره الحياه والموت وتعيد ميلاده كطفل بشري. واول ما التنين فتح عينه لقى نفسه قدام راجل وست عاديين. الست فرحت قوي اول ما شافته وسمته دولان، عرفت نفسها انها امه، والراجل اللي جنبها ده ابوه، وقالت له كمان ان عنده اخ اكبر منه. ومن وشوشهم السعيده دولان افترض انه اتولد في عيله سعيده، ومع مرور الوقت كبر دولان وبقى شاب طويل بيحب حياته الهاديه في القريه الصغيره دي. وفي يوم وهو بيتامل الغروب بنت اسمها ايري جريت عليه، دولان بص لها وبص للقريه الهاديه دي وحس براحه وسلام عميق. ايري لاحظت ابتسامته الهاديه وسالته لو في حاجه مضايقاه، طمنها ان مفيش حاجه ورجعوا مع بعض للقريه. انا حاسس ان دولان كان ساكت وبيشكر الالهه في سره لانهم وهبوه حياه عاديه بدل النوم الابدي اللي كان بيدور عليه. ودلوقتي هو عايش في قريه صغيره اسمها فرون بعد ما مات كتنين، اتولد هنا كبشري وعاش فيها من ساعتها. القريه دي كلها بتعتمد على الزراعه، فدولان بقى مزارع يعني فلاح، كل يوم بيصحى مع اول ضوء شمس بيعدي من الشبابيك وبعدها بيخرج للحقل يشتغل في الزراعه. ده المصدر الوحيد اللي بياكل وبيشرب منه، هو مش معترض طالما عنده اكل وميه تكفيه. بعد الغداء اللي غالبا بيكون عيش وشوربه بيخرج يتمشى في القريه شويه. وزي اي انمي لو عندك 15 سنه فانت كده كبير، بس هل هو فعلا كبير؟ على اي حال دولان دلوقتي بقى عنده 16 سنه وخرج من بيت اهله علشان يعيش لوحده، بس لسه في نفس القريه. بيروح مع اخوه للغابه القريبه منهم وبسنارته المفضله بيصطاد السمك. اخوه فكره ان هو لازم يروح يحقق في المستنقع اللي جنب القريه بكره. دولان استغرب ليه اصلا لازم يحقق في الموضوع ده، وقال له ان السحالي اللي في المستنقع اختفت الشهر اللي فات، وده ممكن يسبب خلل في التوازن البيئي. اخوه مش مرتاح انه يروح لوحده، خصوصا ان الشغلانه دي اصلا كانت بتاعه غرس، لكن دولان مش ناوي يتخلى عن مسؤوليته، خصوصا ان القائد والباقيين مشغولين بحمايه القريه. اخوه عرض عليه يروح معاه، بس دولان شايف نفسه انه راجل كبير دلوقتي وهو عنده 16 سنه، مش عايز يسبب له اي قلق، ووعده انه هيكون بخير وكل اللي هيعمله انه هيشوف المكان وبس. قدر يصطاد كميه كبيره من السمك وملا قفص كبير بيهم، وهو راجع قابل صحابه ماليدا واربرت اللي انبهروا بكميه السمك اللي صادها لوحده. ماليدا استغربت ليه ضيع وقته في الصيد بدل ما يجهز للتحقيق، ولكن دولان طمنها انه بيستعد للموضوع ده من كام يوم ومش قلقان. كمان شكرها انها ساعدته في اقناع زعيم القريه والشيوخ انهم يسمحوا له بالشغلانه دي. ماليدا شكرته برضه وقالت له ان دايما بيساعدها هي والبرت في تدريبهم. بالمناسبه دولان سالهم اذا كان هيسافروا قريب، ماليدا اكدت وقالت له ان عندهم اجتماع بخصوص تدريب الصغيرين وهيضطروا يخرجوا من القريه عشانه، لكن البرت طمنته وقالت له يركز في مهمته اكتر من اي حاجه تانية. دولان بيودع اصحابه وبيرجع بيته وبيفتح سمكه وبينضفها وبيرش عليها ملح بزياده، واثناء وهو بيطبخ السمكه بيحكي عن الوحوش اللي حوالين القريه. الوحوش دول اسمهم اللصوص، ولان القريه في منطقه بعيده مفيش عدد كافي من الجنود لحمايتها، فالسكان مضطرين يعتمدوا على بعضهم في البعض في الدفاع عن نفسهم. دولان بيجهز كل السمك اللي اصطاده وبيسيبه ينشف في الشمس، وهنا بتظهر ايه عند بيت نولان وبتفكروا ان النهارده هو يوم تمرين السحر بتاعه. دولان بيسالها لو كانت جايه مخصوص علشانه، فبتتحجج انها كانت معديه بس. على اي حال دولان بيخرج وبيبقى رايح بيت جدته علشان يبدا التمرين. قدام جدته ماجورا وايري بيوريهم ازاي السحر موجود في العالم ده. بيقول تعويذه سحريه، قوانين القوه، اسمعي صوتي تحولي الى سهم واصيب عدوي، وفجاه بتنطلق قذيفه طاقه بتفجر الدميه التدريبيه تماما. جدته ماجورا بتبقى مبهوره بمهاراته في السحر الهجومي كالعاده وبتشيد بيه لانه فاهم الاساسيات كويس، لكن دولان بيرد بكل تواضع ان الفضل كله ليها وانه بقى قوي بس بفضل تعليمها. وبعد وقت طويل من الدراسه والتجربه دولان بيقابل واحده غريبه الاطوار لكنها جميله بشكل غير عادي بالليل. زعيم القريه بيقدمها على انها كريستينا بنت نبيله هتعيش في القريه كام يوم. دولان بيسلم عليها بمجرد ما يمسك ايديها بيحس انها قويه جدا وشاطره. بعدها بيروح بيت اهله علشان يتعشى معاهم، وهنا بنعرف ان ليه اخ صغير اسمه مارك. ابوه بيقترح عليه انه يتجوز، خصوصا انه بقى لوحده كتير الفتره الاخيره، لكن دولان بيقول له انه لسه مش مستعد، وابوه بيحترم قراره بيقول له انه راجل كبير وحر في اختياراته. ماركو بيجيب سيره التحقيق في المستنقع وده بيقلق الاب والام، لكن دولان بيطمنهم انه هيرجع سالم ومعاه قصه عظيمه يحكيها لهم. والصبح بدري قائد القريه بيعرض يرافق دولان، لكن ملادا بيمنعه لان عنده مسؤوليات تانية، والراهبه ليتشيا بتمنحه بركه بسيطه من الالهه، وجدته ماجورا بتوصله وبتبلغه انه ممكن يقابل مشاكل لانها شافت كده في التنبؤات. وقبل ما يمشي ايري بتديله علبه اكل
الاكل وبتقول له ياكلها في الطريق. دولان بيشكرهم كلهم على دعمهم الجميل وبيبدا رحلته. بيمشي طول الطريق وبيقف كذا مره بيشرب وبيرتاح. وهو ماشي بيشرح لينا ليه اختفاء السحالي مأثر على القريه. السحالي كانوا بيتفاعلوا مع اهل القريه من وقت للتاني، فاختفائهم كان غريب بالنسبه لدولان، يعني الموضوع مؤثر عليه هو شخصيا اكتر من تاثيره على القريه، وعشان كده تطوع انه يحقق في الامر ده. لما يوصل للمستنقع بيحط ايده على الارض وعلى طول بيفهم السبب الحقيقي لاختفاء السحالي، واتضح ان قوه عنصر الارض زادت جدا وقوه عنصر الماء ضعفت، وده اللي خلى السحالي تسيب المكان. ودولان بيفتكر كلام جدته وبيعرف ان تنبؤاتها نادرا ما بتطلع غلط، وبيبدا يشك ان في حد معتمد يتلاعب بتوازن العناصر. وفجاه بيحس بوجود قوه قريبه منه وبيطلع سيفه استعدادا للقتال. الوحوش اللي تقدر تعيش في الظروف دي لازم تكون قويه جدا، فدولان بيتخيل قد ايه الوحش ده ممكن يكون مرعب. لكن الوحش بيطلع لمايا كان نصه انسان ونصه تعبان، وبيبان عليه انه ملهوش اي خبره في القتال، وبتتحرك بشكل عشوائي وتبان كانها بتضحك نولان على نفسها. وقبل ما يسوء فهمها ويهجم عليها بتوضح له انه مش جايه تقاتل. في اللحظه دي وحش ضخم من عناصر الارض بيظهر وبيهجم على اللمايا. دولان بيتصرف بسرعه وبيقطع ايد الوحش الارضي وبيستخبى ورا فطر عملاق من اللمايا، وبيقول له ان السبب اللي خلى الوحش يظهر هو نفسه اللي خلى السحالي تسيب المستنقع وتغير توازن العناصر. في كل الاحوال لازم يقاتل الوحش ده، لكن الاول بيعرف اللمايا على نفسه وبيعرف منها انها اسمها سيلينا بتقدر تستخدم السحر، فبيقترح عليها انها تساعده في القتال. بتتردد في الاول بس كاريزمتها قويه جدا لدرجه انها بتقتنع في الاخر وبتنضم له. اثناء القتال دولان بيصد هجمات الوحش عنها وهي بتستخدم تعويذه قويه بتستدعي تعبان ضخم بيشل حركه الوحش، وده بيدي دولان فرصه انه بيقفز عليه وبيسف سيفه بالسحر التنيني وبيقطعه نصين بضربه واحده. الرمل بيرجع للارض وشويه منه بيتنصر على سيلينا. بعدها دولان وسيلينا بيقضوا الليل مع بعض وبيتكلموا اكتر. سيلينا بتكون سعيده انها لقيت انسان مش خايف من شكلها، ودولان اللي كان اعظم تنين على الارض فبيكون قابل مخلوقات اغرب منها بكتير فمش بيشوفها غريبه اطلاقا. سيلينا بتقول له ان سبب وجودها هنا انها بتدور على زوج ليها، لان اللمايا بتحتاج لرجال اقوياء لان العاديين بيموتوا بسبب سمها. بتلمح لدولان انه ينفع يكون جوز ليها، لكن كالعاده دولان مش مهتم وبيفضل الهدوء والراحه. وبعدها بيطبخ شوربه بوصفه امه وسيلينا بتبقى مبهوره بالطعم، وبينما هما بيحكوا مع بعض بتساله لو بيحب اهله فبيرد طبعا ده انا بحبهم جدا، وبيفتكر الايام اللي كان فيها وحيد كتنين. والصبح دولان بيودع سيلينا وبيتمنى لها حظ سعيد في ان هي تدور على زوج ليها، وكهديه وداع بيديها شويه من طاقته الحيويه لكنها بتطلع اقوى من اللازم عليها لانها طاقه تنين. واخيرا وهو ماشي بيتامل في شروق الشمس اللحظه وبعدين بيفترع عن سيلينا وبيقول لها ان هي تقدر تزوره في اي وقت. وسيلينا وهي ماشيه بتقابل بعض الناس وبتخضوا لما بيلاقوها نص تعبان في الوقت اللي دولان كان بيكافح في حصه الجرعات السحريه، بس ايري حاولت تهون عليه وقالت له انه عنده عين حلوه في الاعشاب السحريه وبيعرف يتعامل كويس مع العيال، ده غير انه وسيم. وبما ان الخليط بتاعها اشتغل المعلمه ماجورا قالت لها تروح تلعب. في الوقت اللي كان دولان قاعد يفكر هو ليه مش شاطر في الحاجات الدقيقه دي، بس افتكر ان ده عادي لانه كان تنين في حياته السابقه والتنين ما كانتش بتحتاج للطب اصلا. لكن ماجورا قالت له ما يتسرعش لان مفيش طرق مختصره في الحياه. بعدها دولان راح يتغدى مع عائله ايري واللي كانوا بيصلوا للالهه ميرار. بعد الغدا جري على طول على التمرين لانه كان متاخر، لكن ميو وقفته وعرضت عليه كوبايه لبن طازه. اول ما وصل دولان للتمرين لقى العيال متحمسين، بس فجاه حس بوجود وحش. بالليل قرر يشوف فيه ايه، لكن الاحساس ده كان مألوف بالنسبه له. واول ما قرب لقى سيلينا بتاخد شاور فاتكسفت جدا واتلخبطت وهي واقفه، بس دولان مسكها قبل ما تقع وسالها هي بتعمل ايه هنا في القريه. طلبت منه ما يبصش عليها فاستغرب وسالها ليه، ما هي جميله والواحد بطبعه بيحب يشوف الحاجات الحلوه. خلبوس قوي الواد دولان ده، فهوبا بكف على وشه فاعتذر لها عشان كلامه كان مش موزون. وبعد ما لبست هدومها سالها تاني هي جايه ليه، كان فاكر انها مشيت. قالت له انها كانت بتحاول تتكلم مع البشر بس الموضوع كان مرعب، واول ما اتكلمت معاهم جريوا منها كلهم في رعب. دولان قال لها انه كان مبسوط انه شافها تاني وانه مستعد يساعدها في اي حاجه. بعدين سالها في رايها في انها تعيش معاه فاتفاجئت وفضلت تفكر هو بيدعوها تعيش معاه ليه، بس هي وحش واكيد هتخوف الناس. فرد عليها دولان ان عنده خطه وكمان في القريه في ناس نصهم وحوش، ومع الوقت ومع طيبتها وقدرتها الناس هتحبها وكمان وجودها هيخلي الحياه الطف. ساعتها دولان استغرب هو ليه الكلام طالع كانه بيعاكسها كده اهو. وسيلينا كمان خدت لبالها واعترفت ان الحياه معاه ممكن تكون ممتعه بعدين، وهي مكسوفه قالت له ان هي جايه كمان عشان سبب تاني، كانت عايزه تاخد شويه من طاقته الحيويه تاني لانها كانت لذيذه جدا. دولان وعدها ان هم لما يعيشوا سوا تقدر تاخد براحتها واداها شويه طاقه فحست بانتعاش غريب. بعدين بدا يشرح خطته. في الايام اللي بعدها القائد كان مستغرب ليه بقى في جثث حيوانات مرميه في القريه بقالها 3 ايام وكمان اثر اقدام تعبان ضخم. غير كده الظل اللي شافوه بالليل كان شكله نص بشري ونص وحش واللي غالبا كان لمايا، وهو وحش خطير جدا. كان عايز يعرف ليه ساب الفريسه ومش واخدها معاه. امان قال لهم يعني وحش شرير هيسيب لنا قرابين، بس القائد قال لهم لازم يشكلوا جيش لمواجهه الموضوع ده. القائد بلان كان ماسك اعصابه وقال ان اللامالايا مخلوقات خطيره والاحسن يبعتوا يطلبوا دعم من
العاصمه. ساعتها دولان فهم ان الفجوه بين الوحوش والبشر كانت اوسع مما ما هو متخيل، لكن ماجورا قالت لهم يهدوا شويه ويفكروا كويس لان الموضوع مش واضح. بما ان اللامايا كانت بتسيب قرابين للقريه يبقى اكيد في حاجه ورا الحوار ده. وبعدين ايري جت تجري وهي ماسكه نتيجه العرافه، وماجورو قالت ان النبوه بتقول ان زور التعبان ده علامه على الحظ الحلو، فالاحسن يستنوا يشوفوا ايه اللي هيحصل. ساعتها دولان اتنفذ الصعداء لان خطتهم بقت ماشيه تمام. اليوم اللي بعده القائد جمع مجموعه من القرويين مع فرقه الدفاع الاساسيه للقريه، واللي كان هو القائد بتاعها، ومع ماليدا نائبه القائد، ولتشيا اللي كانت معروفه انها رسوله الالهه ميرار، وكانت اهم جزء في خطه دولان لان لو حكمت على سيلينا بالشر كل حاجه هتنهار. القائد عمل التمرين في الهواء الطلق للقرويين، وده اللي كان دولان متوقعه. دلوقتي كل حاجه معتمده على سيلينا اللي كانت متوتره جدا، وهي فاكره الخطه اللي كانت بتقول انها لازم تنقذ دولان، وهو متعمد يدخل جحور الارانب المخترقه عشان ما حدش يشوفها كوحش خطير بل كواحده بتنقذ الناس. لكن فجاه واحد من الجنود جري من الغابه وهو مرعوب، فدولان قلق وقال لنفسه يا ترى شاف سيلينا. لكن فجاه حس بوجود وحش تاني طلع دب مدرع وخرج قدامهم. القائد سأل هو ايه اللي جاب الدب ده هنا، وطلب من الكل يبعدوا عنه، بس في طفل وقع على الارض والدب كان هيهجم عليه. دولان كان عارف انه مش هيلحق ينقذه غير لو استخدم قوته التنينيه، بس فجاه سيلينا دخلت وانقذته واتصابت بدل الطفل ده. بعدين بصوت غضبان امرت الوحش يرجع للغابه، وفعلا سمع كلامها. الكل كان مصدوم، ولتشيا لاحظت انها استخدمت العين الملعونه. القائد امر سيلينا تبعد عن الطفل ودولان، بس دولان طلب من الطفل يرجع وقال للقائد انها انقذتهم ولازم ما يأذوهاش. بس القائد رد وقال اللامايا وحوش خطيره وما ينفعش اسيبها كحامل القريه. دولان رد عليه وقال له انا اتربيت اني ما اكونش ناكل للجميل ابدا، واللي ينقذني مش هسيبه. ساعتها القائد سالها هي اللي كانت بتسيب القرابين، فسيلينا اكدت بس بالغلط عضت لسانها، فالتوتر اللي كان في الجو اتكسر شويه. القائد سالها ليه كانت بتعمل كده وليه انقذت الولد وهي مغمضه عينيها. قالت له انها خرجت في رحله حسب تقاليد عيلتها وكانت عايزه تعيش في القريه شويه، وقالت له ان هي انقذتهم لان اهاليهم كانوا هيزعلوا عليهم، وكمان لان ابوها كان بشري وامها بتحبه فما فيش عندها اي نيه تاذي البشر. والجنود بداوا يحسوا انها مش مرعبه زي ما كانوا فاكرين بل كانت لذيذه. ماليدا سالت هي العرافه بتاعت ماجورا طلعت صح تاني، لكن قبل ما القائد يرد لاحظت ان لتشيا بتعيط، وبعدها فجاه اعلنت انها استقبلت رساله من الالهه ميرار، وده صدم الكل. الرساله كانت بتقول ان سيلينا مش شريره وانها بنت الطبيعه زيهم ومقدر لها تعيش معاهم بسلام. ساعتها قربت منهم لتشيا وطلبت منهم تفتح عينيها لانها كانت مغمضاهم خوفا من نظره الناس لعينيها الملعونه. سيلينا شكرتهم بس فجاه وقعت من التعب فخدوها على القريه يعالجوها. بعدين القائد بنفسه وداها لبيتها الجديد واللي كانت مبهوره بيه جدا، خصوصا السرير الطري ده. وماليدا قالت لها ان دي كانت فكره القائد. سيلينا شكرته والقائد اعتذر لها عشان كان رافع السلاح ضدها. ايري كانت متحمسه تتعلم اكثر عن اللامايا، وسيلينا كمان كانت عايزه تتعرف اكتر عن البشر. في الاخر دولان رحب بيها في قريه فران، وسيلينا كانت متاثره ومبسوطه جدا.